صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المظلومين. فاز من اعتصم بحبلكم، وهدى الله من يخالفكم، ورزقنا شفاعتكم، إنه سميع مجيب. عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم. عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم. قلب اليمين على الشمال، وغاص في الأوساط يحصد للرؤوس ويحطم. وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا، فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا. بطل تورث من أبيه شجاعة، فيها أنوف بني الضلالة ترغموا. لولا القضاء لمحى الوجود بسيفه، لولا القضاء لمحى الوجود بسيفه. والله يقضي ما يشاء ويحكم، وهوى بجنب العلقم فليته، فهوى بجنب العلقم فليته. للشاربين به يداف العلقم، فمشى لمصرعه الحسين وطرفه، فمشى لمصرعه الحسين وطرفه. بين الخيام وبينه متقسم، فأكب منحنيا عليه ودمعه، فأكب منحنيا عليه ودمعه. صبغ البسيط كأنما هو عن دمه، قد رام يلثمه فلم ير موضعا، قد رام يلثمه فلم ير موضعا. لم يدمه عض السلاح فيلثم. أوالي أوالي شوى الصف خوتك يا نور عيناي، مثل الظل تقوم وتقعد وياي، تقعد وياي. مثلك يا أخو بكل كلفة
وفاي وفاي ضامي وقبل ترفض تشرب الماء، وهو على جفوفك دليل انحنى، عمي على جفوفك دليل انحنى، وهو وتلبش ما أريد انجنيت، وهو صحت راح الأخو يا حيف، وهو كان حزام ظهري وبحمية. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه عند وداعه مع أخيه أبي الفضل: أخي أبا الفضل، أنت صاحب لوائي، وإذا مضيت تفرق عسكري. هجمة شرسة ومتواصلة خصوصاً من قبل المدرسة المخالفة، وحتى بعض الشيعة بالنسبة إلى بعض المواقف وبعض الكلمات التي هي مبدأ هذه الكلمات وهذه العبارات تهمة الغلو. هناك من يعتقد التهمة التي وجهت إلى الشيعة وإلى أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إن الشيعة يتميزون بهذه الميزة عند ذكر أئمتهم أو شخصياتهم اللامعة الدينية، يستخدمون هذه اللغة وهي لغة الغلو، صفة الغلو أي المبالغة. بعبارة أدق، الغلو في عصمة أئمتهم، الغلو في بذل وعطاء أئمتهم، الغلو في درجة علم أئمتهم. وما يتعلق بموضوعنا في هذه الليلة الغلو والمبالغة في وصف شجاعة أئمتهم، وتحديداً شجاعة سيد الشهداء وأصحابه ورجاله، وتحديداً ما جرى في واقعة عاشوراء. إخواني، مبدئياً قد المحاضرة ما تستحق، يعني الموضوع ما يستحق، ولكن من خلال المتابعة نرى للأثر السيء إخواني، للأثر السيء خصوصاً على النفسيات، وخصوصاً الشباب إخواني، وخصوصاً الشباب عندما يسمع هذا النبأ أو هذا الخبر إخواني بالنسبة إلى شجاعة سيد الشهداء وأهل بيته وأصحابه. ومن باب المثال، الشيخ الطاعن في السن يدخل إلى الميدان يقاتل قتال الأبطال ويقتل ذاك العدد الهائل. الغلام الصبي اللي هو عمره ما يتجاوز 10 أو 11 سنة يدخل إلى الميدان ويأخذ الساحة يمينا وشمالا، وأيضا يقتل ذلك العدد الهائل. العباس بن أمير المؤمنين ما يتعلق بموضوعنا كشف عن المشرعة 4000 فارس. إخواني، خصوصا الشباب عندما يسمع هذا النبأ السيجوز هم ما يجيب بوجهك، يعني ما يتحدث، ولكن في داخله قد يستغرب من هذا العدد،
كيف يمكن رجل واحد يقتل هذا العدد إخواني؟ وبالمناسبة مجموعة حضرت مجلس تعزية أنا شخصيا فترة على كل حال، وإذا بالخطيب أنا نظري يعني مبدئيا الكلمات هي نابعة عن المودة والولاء، يعني يريد يثبت الشجاعة الموقف، ولكن يا أخي الكريم على كل حال أنت لما تستخدم العبارة يكون شوية تنسجم ويا العقل ومع المنطق والواقع. كلمات وعبارات لم تنسجم على كل حال، حسيت هناك نوع من والشيء بالشيء يذكر. الشيخ الوائلي رضوان الله عليه ردا على قول أحد الخطباء قال إن الخطيب هالشكل، قال إن الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء قتل 12,000 مقاتل أموي، في يوم العاشر قتل 12,000 مقاتل أموي. زين، والبعض همات يتفاعل البكاء على كل حال والتبجيل والمدح على بعد سي شباب أهل الجنة قتل يوم عاشوراء 12,000 مقاتل. الرد والاستدلال، استدلال الشيخ استدلال منطقي. أولا ردا على كلام الخطيب قال له مولانا أولا كما نعلم واقعة عاشوراء عارية عن الإمدادات الغيبية، ماكو إمدادات غيبية، هاي وحدة. ثانيا مدة المعركة ايش كثر؟ نص نهار مو هالشكل؟ زين، بعدين قال له خلينا نفترض مو 12,000 مقاتل مسلح، خلينا نقول 12,000 دجاجة، 12,000 دجاجة، إذا كل دجاجة نص دقيقة لو دقيقة مدة الذبح مو هالشكل، أنت بعد كسر 12,000 دقيقة، يعني كم ساعة، كم يوم، كم شهر، على أي أساس أنت؟ والبعض همات لما نتبين هذا الموضوع إخواني ما يستقبل أنه أنتم قاعد تقللون من شأن الإمام، تقللون من شأن الأصحاب والأنصار، هم في هذه الدرجة من الشجاعة وزيادة. أخي الكريم أنا معك، لا شك ولا ريب أن سيد الشهداء وأصحاب الحسين وأهل بيت الحسين وفي المقدمة العباس في قمة الشجاعة وزيادة، ولكن على كل حال أنت تتصور هاي الكلمات قد أنت راح تهضمها، بغض النظر صدق لو كذب أنت راح تهضمها، ولكن الطرف المقابل وخصوصا الشباب ما راح يهز بيده هذا ايش قاعد يحكي، ما يصير يا مولاي. هم عددهم 30,000، إذا سيد الشهداء قتل 12,000 زين، وهم تخلي نقول العباس قتل 10,000 والعلي الأكبر تشبق بعد، إذا لما لم ينتصر سيد الشهداء في واقعة عاشوراء؟ فأريد أبين إخواني أن القائل مع خالص التقدير والاحترام أولا أن يتقي الله. ليش؟ مبدئيا أنت في رأيك هذه الكلمة أنه شنو؟ من باب التبجيل، من باب التقدير لموقف سيد الشهداء وأهل بيته، ولكن عليه أن يعلم المبالغة كذب إخواني. هناك من يستند إلى قول الشاعر الولاء الكبير سيد جعفر الحلي رضوان الله عليه، شو يقول؟ يقول هاي الأبيات اللي قرأتها قبل شوية: لولا القضاء لمحى الوجود بسيفه. منو؟ العباس سلام الله عليه. لولا القضاء لمحى الوجود بسيفه. إخواني المبالغة في الشعر جائز كما تعلمون، المبالغة في الشعر جائز، ولكن من الناحية العملية الواقع هل يمكن ذلك؟ مع هذا مو نريد نقلل، حاشا لقمر بني هاشم سلام الله عليه ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وراح أبين لك موضوعنا في هذه الليلة حقيقة شجاعة العباس، حقيقة شجاعة العباس سلام الله عليه، ولكن ضمن الضوابط أن يفكر أحد أن بهذه العبارات وبهذا التحليل على كل حال أن ينال محبة سيد الشهداء سلام الله عليه. لا، مو هالشكل أخي. أنت لما ردت انقل الواقع، وفي الواقع الكفاية، الواقع الكفاية دليل دال على شجاعة سيد الشهداء وأهل بيت الحسين وأصحابه، وفي المقدمة العباس ابن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. يعني مو بحاجة إلى هذه العبارات وإلى هذه الكلمات. انطلاقا من هذه المقدمة نأتي إلى بحثنا وموضوعنا، وهو
حقيقة شجاعة العباس صلوات الله وسلامه عليه. شوف اللي راح أبينه، وعلى المستمع التقييم. شوف بعد أكو حاجة إحنا نذكر هذه العبارات وهذه الكلمات. أولاً، انطلاقاً من كلمة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه: أخي أبا الفضل، أنت صاحب لوائي، وإذا مضيت تفرق عسكري. هسه مبدئياً قبل ما أبدأ المحاضرة، أوليس في هذه الكلمة كفاية؟ مو الكفاية؟ أرباب المقاتل يقولون لم يبق مع سيد الشهداء سوى أخيه العباس عندما قال هذه الكلمة: أخي أنت صاحب لوائي، وإذا مضيت تفرق عسكري. لم يبق مع سيد الشهداء سوى أخيه العباس سلام الله عليه. جاء السؤال والإشكال. قال القائل: كلمة سيد الشهداء أخي أنت صاحب لوائي وإذا مضيت تفرق عسكري، هذا مجرد مدح وتبجيل أخوي إن صح التعبير، من باب المودة، من باب المحبة. أخو يمدح أخيه. سيد شباب أهل الجنة مدح العباس عليه السلام بهذا الوصف عند الوداع، لا أكثر ولا أقل. وإلا كيف يكون رجل واحد مع شجاعته وهو العباس عليه السلام يكون بمثابة جيش وعسكر كامل؟ شلون يعني؟ على أساس أخي العزيز، إذا نريد نقول انطلاقا من كلمة الإمام إن العباس له القابلية أن يقضي على جميع جيش أهل الكوفة بأكمله، فهذا ادعاء غير صحيح وغير مقبول. إذن كيف نحلل كلمة الإمام؟ فعلا العباس بن أمير المؤمنين سلام الله عليه بمثابة عسكر وجيش كامل وبمعنى الكلمة، ولكن ضمن التحليل الصحيح. كيف وبأي معنى؟ إخواني، كل عضو من أعضاء جيش عمر بن سعد، كل فرد من أفراد جيش عمر بن سعد كان في قلبه الخوف والرعب من مواجهة العباس وجها لوجه. إيش كثر العدد؟ 30,000، ولا شك في هذا التعبير. من أعلى القيادة هو نفس عمر بن سعد والشمر والجماعة والتنازل، مو الشكل. كل عضو من أعضاء جيش أهل الكوفة في قلبه الخوف والرعب من مواجهة العباس وجها لوجه. إذا حننا هذا التحليل أن جميع الجيش مو من حيث الجمعية في آن واحد، فردا فردا لهم في قلبه في قلوبهم الخوف من مواجهة العباس قطعا، ولا شك في هذا المعنى. إذا كان الأمر كذلك فقطعا لنا يجوز أن نقول أن العباس عليه السلام بمثابة جيش وعسكر. العباس سلام الله عليه انطلاقا من كلمة سيد الشهداء سلام الله عليه أفضل الصلاة والسلام: أخي أبا الفضل أنت صاحب لوائي إذا مضيت تفرق عسكري. لا، مو مثل ما يعتقد البعض إنه مجرد مدح وتبجيل أخوي، لا، مو هالشكل، بل إن العباس فعلا بمثابة جيش وعسكر، ولكن ضمن التحليل الصحيح. هذا أولا. ثانيا إخواني وأعزائي، الكلمة المشهورة للخبيث شمر ابن ذي الجوشن: أين بنو أختنا؟ والمقصود العباس وإخوة العباس صلوات الله وسلامه عليه. جاء إليه العباس عليه السلام بعد الرخصة من أخيه الحسين، قال له: ماذا تريد؟ قال له: هذا كتاب أمان من أمير الفاسقين ابن زياد لك ولإخوتك، فاترك الحسين والتحق بجيشنا. وإذا بجواب العباس سلام الله عليه: لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا أو أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ عاد الخبيث شمر ابن ذي الجوشن إلى معسكره خائبا.
إخواني المشهور اللي ما سمعناه في هذه السنين، وهو المشهور، سبب عرض هذا الأمان للعباسي ولإخوة العباس هي تلك القرابة العشائرية بين أم البنين سلام الله عليها وهذا الخبيث، ينتميان إلى عشيرة واحدة وهي عشيرة بني كلاب، مو هذا المشهور؟ فاحتراما للقرابة العشائرية جاء الخبيث بهذا الكتاب للعباس ولإخوة العباس. في الظاهر صحيح، ولكن عند المطالعة إخواني وما نصل إليه من خلال البحث اللي راح بين الأسباب والعوامل، السبب مو الاحترام للقرابة العشائرية، وإنما التخلص من شجاعة العباسي وحدة سيفه. هنا الحكي، السبب مو الأمان، مو القرابة العشائرية، هاي في الظاهر حفاظا على ماء وجههم يدبرون فرض طريقة حتى لا يتخزون، والشكل فرض طريقة. وإذا بهذا المورد شافوها خوش شغلة، إن الشمر ابن ذي الجوشن مع مولاتنا أم البنين ينتميان إلى عشيرة واحدة وهي بني كلاب، فمن هذا الباب قالوا لمولانا هذا الكتاب من أمير الفاسقين عبيد الله بن زياد لك ولإخوتك. شنو الأسباب؟ شنو الدليل؟ إنه سبب الأمان التخلص من شجاعة العباسي وحدة سيفه إن صح التعبير. إخواني كما تعلمون إن العرب لا يهتمون بالحسب والنسب من جهة الأم، وإنما الاهتمام من جهة الأب. العباس من جهة الأم ابن من؟ ابن أم البنين التي هي من عشيرة ابن ذي الجوشن، ولكن من جهة الأب ابن من؟ ابن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. أسأل هذا السؤال: بغض القوم لأمير المؤمنين أكثر أم احترامهم لأم البنين؟ بغض القوم لعلي بن أبي طالب أشد أم احترام حسب زعمهم احترامهم لأم البنين؟ يكفيك هذا النبأ: سيد الشهداء سلام الله عليه في يوم عاشوراء: على ما تقاتلوني؟ قالوا نقاتلك بغضا منا لأبيك. مو هالشكل؟ إذا سبب المعركة وقتل سيد الشهداء علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب أبو العباس صلوات الله وسلامه، هذه القرينة الأولى أن سبب الأمان مو الاحترام القرابة العشائرية، وإنما شجاعة العباس. شوف الأثر المترتب إخواني، هذا أولا. ثانيا، لو تنزلنا وقلنا سبب الأمان شنو؟ احترام للقرابة العشائرية، يا عشيرة بني كلاب. ألفت الأنظار إخواني إلى هذه الحقيقة، وهي مجموعة من الأنصار الذين نصروا سيد الشهداء سلام الله عليه في واقعة عاشوراء هم من بني كلاب. مجموعة من الأنصار اللي نصروا الحسين في واقعة عاشوراء من بني كلاب، منهم عبد الله ابن عمير الكلبي، منهم وهب ابن حباب الكلبي، ومنهم سالم ابن عمر الكلبي. الشخصيات الثلاث رضوان الله عليهم من عشيرة بني كلاب. وبالمناسبة إخواني، انتماء الشخصيات الثلاث أنصار الحسين لعشيرة بني كلاب من جهة الأب مو من جهة الأم، مثل العباس وإخوة العباس سلام الله عليه. السؤال الذي يطرح نفسه من باب أولى: لما لم يأتي كتاب أمان لشخصية لرجل من الرجال الشخصيات الثلاث، وجاء الأمان فقط للعباس ولإخوة العباس؟ ليش؟ إذا صدق مثل ما يقولون الغاية من الأمان الاحترام للقرابة العشائرية، خذوا له وياهم. وهب ابن حباب الكلبي، عبد الله ابن عمير الكلبي، وسالم ابن عمر أيضا الكلبي. ماكو كتاب أمان لهذه الشخصيات. ولماذا فقط للعباس ولإخوة العباس صلوات الله وسلامه عليهم؟ هذا ثانيا. ثالثا إخواني وعزائي،
كم عدد أنصار الحسين في واقعة عاشوراء؟ إيش كثر؟ المعدل 100 خلينا نقول، مو الشكل؟ جميعهم قتلوا في واقعة كربلاء، جميع الأنصار، جميع أهل بيت الحسين قتلوا في واقعة عاشوراء. ولكن عندما نسمع باسم قطيع الكفين الأذهان تتبادر إلى أي شخص؟ لما نسمع قطيع الكفين اوتوماتيكيا ذهنك وين يروح؟ يم العباس سلام الله عليه. أرجو الانتباه إخواني، في العهود السابقة، الحروب السابقة، من النوادر والنادر كالمعدوم أن المقاتل في حرب واحد يفقد كفيه في يوم واحد، من النوادر إخواني. وإذا هذه الميزة تميز بها أبو الفضل العباس سلام الله عليه. إشارة إلى ماذا إخواني؟ هناك في نظري القاصر هناك تخطيط مسبق. إخواني، جميع الشهداء الذين قتلوا ضمن المواجهة الطبيعية وجها لوجه، إلا العباس سلام الله عليه قتل غدرا، إلا العباس قتل غدرا. هناك تخطيط، وصلوا إلى هذه القناعة ما لندبرها ويا العباس وجها بوجه أمر مستحيل. ولذلك أولا خبيث من وراء نخلة، كمين من وراء نخلة، ضرب يمين العباس فبراها. خبيث آخر من وراء نخلة ثانية ضرب شمال العباس فقطعها. بعد ذلك السهم البشوم. إخواني، طبيعة الحال السهم لم يأتي من مسافة قريبة وإنما من مسافة بعيدة، مو الشكل؟ هذا ثالثا. بعد ذلك السهم إلى قربة العباس أريق ماؤها، وبعد ذلك العمد الحديد الذي هوى على رأسه الشريف. اللي يريد يبين مقتل العباس كان تدريجيا، مقتل العباس غدرا وكان تدريجيا ضمن تخطيط مسبق إن صح التعبير إخواني، ومو مثل باقي الشهداء وجها لوجه. يعني ما يذكر أن التاريخ إخواني استطاع القوم من ضربة واحدة مؤثرة، ما قدروا، ضربة واحدة مؤثرة في جسد العباس وجها لوجه، وجها لوجه. وإنما أصل القضية من أثر الغدر، من أثر وكما تعلمون من وراء نخلة، وهذا من شيمة القوم. أوليس في هذا البيان إشارة واضحة دالة على شجاعة ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه؟ هذا ثالثا. إخواني، اللي بينته أنا الآن، اللي بينته هو ضمن الخصوصيات التي هي مختصة بوجود العباس عليه السلام. هناك مورد آخر دليل يشمل الجميع، يعني يشمل سيد الشهداء وجميع الأصحاب وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. كيف وبأي معنى؟ هذا دليل واضح على تلك المرتبة من الشجاعة التي بلغها سيد الشهداء ومع رجاله تحديدا في واقعة عاشوراء. إخواني، من شأن القائد العسكري في مواجهة الطرف المقابل أن يجهز جيشا ينسجم مع الجيش المقابل من حيث العدة والعدد. يعني قائد الجيش إذا ذكي، إذا يفتهم وعنده معلومات عسكرية، لما يريد يجهز الجيش يكون يجهز فرد الجيش اللي من حيث العدة والعدد أكو نوع من الانسجام إن صح التعبير والاتفاق بين جيش طرف المقابل. ولكن إذا كان الاختلاف من حيث العدة والعدد اختلاف كبير وشاسع، يكون القائد في خانة التهمة، يكون متهم، لو ما يفتهم يعني مو خبير، لو على كل حال لسبب من الأسباب. الآن أسأل هذا السؤال: عدد أنصار الحسين سلام الله عليه المعدل بينا 100 فارس. الآن واحد يدخل من باب الحسينية يقول لكم عمي ترى ذاك الصوب الشارع جماعة يردون يهجمون على هذا المكان المبارك وعددهم همات 100.
احنا ايش كثر نبعث لهم؟ كم من العدد نبعث اليهم حتى على قولت اللي يقول نطحنهم طحن؟ ايش كثر ندزلهم؟ مو 100؟ قول عمي 1000. من عدم 1000 هاي 2000. كافي لو مو كافي؟ كافي. عدد أنصار الحسين 100، مو 100؟ زين. عبيد الله ابن زياد جهز كم من العدد؟ جيش الجرار كم؟ أقل الروايات 30,000. أقل الروايات 30,000. يعني كسرها أنت، كل مقاتل حسيني قدامه 300 مقاتل أموي. كل مقاتل حسيني قدامه 300 مقاتل أموي. إما عبيد الله وجماعته ما يفتهمون، يعني مو شغلتهم، هذا مستحيل. وإما لأمر وغاية، خبيث، مجرم، ولكن عنده التجربة والخبرة الكافية، مو شكل. إذن يأتي السؤال: لماذا هذا العدد الهائل؟ لماذا هذا الجيش الجرار؟ إخواني، عبيد الله وجماعته وصلوا إلى هذه القناعة التامة، والنتيجة إن رجال الحسين ليسوا كباقي الرجال، بلغوا الشجاعة، قمة الشجاعة وزيادة. ومن باب الإطمئنان جهز هذا الجيش الجرار. قد يسأل السائل، وأسألكم الدعاء، قد يسأل السائل: من أين جاءت هذه المعلومة؟ من أين جاءت هذه المعلومة لعبيد الله كي يجهز هذا الجيش الجرار؟ في نظر القاصر إخواني، من بطولة مسلم ابن عقيل. أرجو الانتباه، من بطولة مسلم ابن عقيل عليه السلام. مسلم كما تعلمون وذكرنا في الليلة الماضية بمعنى الكلمة بقي وحيدا فريدا، لا يجد من يدله على الطريق. دخل إلى الميدان، قاتل قتال الأبطال، وإذا بالخبيث ابن الأشعث جاء إلى الطاغية ابن زياد، قال له: أمير النجدة. قال له: ويحك، بعثتك إلى رجل واحد وأخذ منكم هذه المأخذة العظمى، ما رأيك لو بعثتك إلى رجل هو أشد بأسا منه؟ والمقصود الحسين سلام الله عليه، والمقصود العباس بن أمير المؤمنين سلام الله عليه. إخواني، في نظري عبيد الله بن زياد فكر إذا كان مسلم ابن عقيل بهذا المستوى من الشجاعة، إذن ما هي شجاعة العباس؟ وما هي شجاعة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه؟ إخواني، هذا البينته، هذه العوامل، هذه الأسباب، أوليس إشارة واضحة إلى شجاعة، قمة الشجاعة التي بلغها سيد الشهداء والعباسي وأنصار الحسين وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان الأمر كذلك، لماذا البعض يرتقي المنبر ويأتي ببعض الكلمات؟ على كل حال مبدئيا خلينا نقول من باب المودة، ولكن تخرج من فمه كلمة لا تنسجم مع العقل نهائيا، ولهذه الكلمة أثر سوء إخواني في النفوس، وخصوصا نفسية الشباب. وللحديث تتبه. أخي أبا الفضل، متى قال هذه الكلمة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه؟ قتلوا جميع أصحاب الحسين وأهل بيته، ولم يبق معه سوى أخيه العباس. يقول الراوي: خرج العباس عليه السلام، وقف بين يدي سيد الشهداء، وإذا بالحسين مجرد وقع بصره إلى أو على أخيه العباس انفجر بالبكاء والنحيب. قال: أخي أبا عبد الله الرخصة. وإذا بسيد الشهداء: أخي أبا الفاضل، أنت صاحب
لوائي ورئيس عسكري، فإذا ذهبت سقط لوائي وتفرق عسكري. وإذا بالعباس بن أمير المؤمنين سلام الله عليه: أخي أبا عبد الله، سئمت الحياة، أريد أن أطلب ثأري من هؤلاء المنافقين. وإذا بسيد الشهداء بعد الإلحاح من قبل العباس قال: إذن أخي اذهب واطلب لهؤلاء الصبية القليل من الماء، اطلب لهؤلاء الصبية. يقول الراوي: إخواني، دخل العباس إلى الخيمة مودعا، دخل العباس الخيمة مودعا، وإذا بأطفال أخيه الحسين، وفي مقدمتهم سكينة صلوات الله وسلامه عليها. عماه العطش العطش، عماه العطش العطش. وإذا هاجت في وجود العباس الحمية الحيدرية. يقول الراوي: دخل إلى الميدان، قاتل قتال الأبطال، وهو ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. أخذ منهم تلك المأخذة العظمى، كشفهم عن المشرعة إلى أن وصل إلى نهر الفرات. يقول الراوي: كان قلب العباس يتلظى عطشا، كان قلب العباس يتلظى عطشا. أخذ من الماء، أحس ببرودة الماء، وإذا أمام العباس وجه سيد شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليه. عمي، هذا الماء يجري بطون، هذا الماء يجري بطون حيات، واشرب قبل أخوي حسين. أويلي أويلي، هذا الماء يجري بطون حيات حيات، واشرب قبل أخوي حسين. هيهات ظن طفل يا ويلي، من العطش مات. عاد إلى الميدان، قاتل قتال الأبطال، أخذ منهم تلك المأخذة العظمى، أخذ الميدان يمينا وشمالا، وهو ابن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وعندما عجزوا عن مواجهة العباس عليه السلام، إذا بخبيث من وراء نخلة: يا فرج الله سيدي، أنت المعزى بهذا المصاب. وإذا بخبيث من وراء نخلة ضرب يمين العباس فبراها. أين المنادي؟ رحم الله من نادى وعباسا، رحم الله من نادى وسيدا. والعباس يقاتل، وإذا بخبيث آخر من وراء نخلة ثانية ضرب شمال العباس فقطعها وهو يقاتل، وإذا بالسهم المشوم إلى قربة العباس فأريق ماؤها. وقف العباس متحيرا صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بالسهم المشوم وقع في عين قمر العشيرة. أين المنادي؟ خدمة الحسين: رحم الله من نادى وعباسا وسيدا. هوى العويدة بعد ذلك وهو يقاتل، وإذا بالعمد، عمد الحديد، هوى على رأسه الشريف، وإذا بالعباس هوى إلى الأرض وهو ينادي: أخي أبا عبد الله، عليك مني السلام. يقول الراوي: من كشفت الغبرة، وإذا بسيد الشهداء عند مصرع أخيه العباس: عمي، حط ايده على خاصرته، حط ايده على خاصرته، حط ايده على خاصرته.
تلوى صاحب صوت ظهر انكسر، توى يا عباس يا طيب الخوة. هنا كلمة سيد الشهداء المعبرة عن تلك اللوعة التي ألمت بقلبه الشريف: أخي أبا الفضل، الآن انكسر ظهري، الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. يا خويا انكسر ظهري، يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم، صرت مركز يا خويا الكل الهموم. يا خويا استوحدوني خلافك القوم. يقول الراوي: واذا بالعباس شهق شهقه، وإذا بالعباس شهق شهقه وفاضت روحه الطاهرة. رحم الله من نادى وعباسا وسيدا. وإذا بسيد الشهداء رجع إلى الخيام وحيدا فريدا. من اللي تلقته؟ عقيلة الطالبيين زينب. قالت: أخي أبا عبد الله، أين ابن والدي العباس؟ وإذا بسيد الشهداء ذهب إلى خيمة العباس، سحب العمود، سقطت الخيمة. عند ذلك علمت بمقتل أخيها العباس. نادت عقيلة الطالبين زينب: وضيعتنا بعدك يا قمر العشيرة. أخويا بالوفا ينضح جبينا، طالت غيبته وما رد علينا. تعنيت بقلب هايج حنينه ولقيت مقطعي يساره ويمينه. خلي يسمع خواته معاتبينا، انهض يا الجبتنا من المدينة. يا عباس يا خويا نسبينا. وإذا بجواب العباس، أقرأ واقرأ وياي: تعتبين يا زينب على. أرجو المشاركة من الجميع وأجر الجميع على صاحبة العزاء الزهراء. لا تظل ساكت رحم الله والديك. تعتبين يا زينب، تعتبين يا زينب، أنا وين راسي وين دايا. لو أن يا خويا ذاك الحال بيا عباس جا ما عاف خيا. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا أرحم الراحمين. أبو راس الحار، أي صح، باب الحوائج إلى الله عز وجل. قسم عظيم إلهي بحق العباس. الآية الكريمة أخواني أصحاب حوائج، شفاء مرضى، إخوتكم لا تنسوهم. الآية الكريمة 5 مرات باسم صاحب الذكرى في هذه الليلة: عزيز زينب قمر بني هاشم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما
سوية. أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما إلهي بحق العباس وبحق إخوة العباس اشفي وعافي كل مريضة. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لزيارة الحسين وخدمة الحسين وشفاعة الحسين بحق وبحرمة عزيز الحسين قمر بني هاشم. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا الله بالحسين الوجيه. عجل لوليك الفرج. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان خدمة سيد الشهداء. الفاتحة مع الصلوات.